النهاردة هنعمل مع بعض أسهل فطير مشلتت في البيت بعجينة مظبوطة 100% ولينة، ويطلع معانا طبقات خفيفة وطعمها يجنن من غير فرد ولا توريق ولا مجهود خالص. وصفة اقتصادية جدا. خليكي معايا لآخر الفيديو علشان هقولك على سر مهم يخلي الفطير معاكي مظبوط زي بتاع الفلاحين بالظبط. بس قبل ما نبتدي، لو أول مرة تشوفوني متنسيش تعملي لايك وشير، ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونبتدي بالمكونات والمقادير بتاعتنا على طول. 3 مكونات بس: دقيق وملح وسكر. أهم حاجة نوع الدقيق بالنسبة لك يكون نوعه كويس متعدد الاستخدامات أو خاص بالمخبوزات، علشان احنا محتاجين الدقيق اللي يعمل عرق معانا ويريحنا كده في الخبز. هنزل بكمية الدقيق بتاعتي، أنا هعمل النهاردة كيلو دقيق. تعرفي مقادير الكيلو وضعفي براحتك بعد كده. وهضيف بقى معلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من السكر، معلقة واحدة بس، ما نكترش في الحاجات دي. هقلب بقى المكونات بتاعتي كلها مع بعض، وبعدين هستعمل للعجن مية فترة، مية من الحنفية، لا هي مية دافية ولا متسخنة ولا اي حاجة. هنزل كده بأول كوباية وهقلب معايا واشوف. انا هنا استخدمت حوالي 3 كوبايات علشان الدقيق يعني بيحتاج مية. النوع اللي انا مستخدماه ده بيحتاج مية. طبعا احنا بنضيف المية بالتدريج، يعني ما تنزليش بكمية المية كلها، كل شوية ضيفي، لان كل نوع دقيق طبعا بيختلف عن النوع التاني. هفضل اقلب كده واعجن واضيف مية شوية بشوية لغاية ما العجينة تلم معايا. من نجاح الفطير المشلتت هو العجن، هو بياخد عجن كتير علشان العجينة لازم تكون طرية. كل ما تعجني كتير كل ما تاخدي نتيجة أفضل. الفطير المشلتت يعني عجن، ولا توريق بقى ولا هنعمل الحاجات دي، بس أهم حاجة هي مرحلة العجن. عجينة الفطير المشلتت طرية وناعمة جدا وفيها عرق كويس جدا، وفي نفس الوقت فيها تلزيقة بسيطة. يعني العجينة مش بتكون ماسكة نفسها وناشفة، لأ، بتكون طرية وفيها تلزيق بسيط. خدي بالك من الخطوة دي جدا علشان الفطير ينجح معاكي. وكمان من أساسيات نجاح الفطير إن احنا نسيبه يرتاح. كل ما تريحي العجين، حتى العجين بيرتاح واحنا لأ، يا بخت العجين. كل ما تريحي عجينة الفطير كل ما تاخدي نتيجة كويسة. خلاص العجينة بدأت تلم معايا، آخر خطوة بقى بالنسبة لي هجيب ربع كوباية من الزيت، زيت نباتي عادي، وهنزل شوية بشوية واعجن وانزل لغاية ما الاقي العجينة طرت معايا وبقت، يعني بتلاقي العجينة كده بتقع منك ما انتش قادرة تشيليها كلها على بعضها. هوريكم شكلها هيكون عامل ازاي. تعجنيها عجنا مبرحا، بتاخد عجن كتير جدا. طبعا لو بالعجان هيبقى افضل. لو انتي ايدك بتوجعك ممكن تعملي مرحلة العجن على مرحلتين، يعني على مرحلتين. هتعجني الأول شوية وتريحيها تسيبيها ترتاح نص ساعة، وبعدين تكملي عجن تاني، هتعمل معاكي عرق وتمط معاكي. هي خلاص جاهزة معايا كده وناعمة وطرية وزي الفل. هحط بقى على وشها زيت وهسيبها ساعة ترتاح. في ناس هتقولك سيبي العجينة ترتاح ربع ساعة أو نص ساعة، لا أنا عاوزاكي تسيبي العجين ساعة يعني يرتاح كده، علشان النتيجة هتبقى بسم الله ما شاء الله مختلفة جدا. الفطير بيحتاج يرتاح جدا، يعني من الحاجات اللي كل شوية عايز يرتاح. ده شكل العجين بتاعي بعد ساعة، ما شاء الله ارتاح كويس جدا. تعرفي الفرق دلوقتي؟ شايفين ما شاء الله، ما شاء الله معايا زي اللبانة، بيمط معايا بكل سهولة. كل ما تريحي العجين كل ما تاخدي احلى مطة. هاخد العجين بتاعي بقى واحطه على الرخامة ونبتدي نفرده. احنا بقى لا هنقطع ولا نكور ولا نعمل المراحل الكتير اللي بتزهق الناس. دهنت الرخامة كده بمسحة زيت خفيفة وهنبتدي نبططها. شايفين ما شاء الله بتتبطط معايا بكل سهولة. هو ده النتيجة التريح اللي احنا ريحناه. طب احنا هنعمل ايه؟ احنا مش هنورق، احنا هنفردها. هنفردها كلها على الرخامة بتاعتك. شوفي بقى الرخامة بتاعتك قد ايه وافرديها عليها. لو حجم الرخامة بتاعتك صغيرة هتقسمي العجينة نصين وهتعمليها على مرتين. اهم حاجة نفردها كويس، حتى لو اتقطعت قطع بسيط، بس طبعا ما تبقاش كلها مقطعة علشان النتيجة بتاعتها تبقى كويسة. انا كان في شوية زيت هنا زيادة شلتهم. العجينة ما شاء الله اللهم بارك يعني بتتفرد معايا بكل سهولة.
تعرفي العجينة بتاعتِك ارتاحت إزاي؟ لمّا تلاقيها بتتفرد معاكِ مش عاملة زي الأستك، طول ما هي عاملة زي الأستك تشديها ترجع مكانها يبقى محتاجة ترتاح. أنا هنا فردتها على الآخر خالص على قد ما عرفت أوصل للرخامة، وهاجيب بقى شايفين ما شاء الله ما فيش فيها يعني حاجات بسيطة قطع، حاولي بقدر الإمكان إن هي ما تبقاش مقطّعة أوي. معايا هنا كوباية من الزبدة اللي هي الطرية بدرجة حرارة يعني المطبخ، ما تبقاش سايحة خالص ولا تبقى جامدة جدًا. هادهن بقى وش العجين ده كله، عارفين السينابون؟ شوفوا إحنا بنعمل السينابون إزاي، أنا هاعمل العجينة بتاعتي كده، هادهن كل العجين بتاعي بالزبدة وهاوزّعه كويس جدًا على الأطراف وجوّه، أهم حاجة وإحنا بنفرد العجين ما يبقاش فيه حتت سميكة كده ومكلكعة علشان الفطير يطلع معانا رقيق ومورق وجميل. هنا أنا خلّصت كمية السمنة بتاعتي شايفين ما شاء الله زي السينابون بالضبط، بس اللي يختلف إن إحنا بنعمل السينابون رول إحنا هنطبّقه، هنعمله رول بس متطبّق، يعني شايفين أنا باتني الأطراف باعملها لكم بالراحة عشان تعرفوا أنا قصدي إيه، شايفين باتني الطرف كده وهابطّطه، وهابطّطه كده، مش هادهن بقى سمنة ولا أي حاجة، إحنا خلاص داهنين زبدة ومضبّطين الدنيا، هاتني وابطّط، أنا هاعمل معاكم الخطوة دي بالراحة علشان الناس تاخد بالها كده وتفهم الطريقة، هاتني وهابطّط. دي أسهل وأسرع طريقة تعملي بيها الفطير المشلتت، من غير بقى ما نقعد نقطّع كِوَر كتير ونورّق ونفرد والكِوَر تتقطّع مننا وما نعرفش نضبطها، طريقة سهلة وبسيطة، لو 10 كيلو دقيق هتعملي فطاير بطريقة سهلة جدًا، شايفين؟ لازم تبطّطي كده وتكمّلي بقى هنفضل نلِف كده لغاية ما نخلّص الآخر. الطريقة دي سهلة جدًا من غير توريق ولا أي حاجة ولا تقطيع، هتلاقيكِ خلّصتِ بسرعة. هافضل أرُول كده وأبطّط، أرُول وأبطّط لغاية ما أخلّص كمية العجين بتاعي. زي ما قُلت لِك لو الرخامة عندِك صغيّرة هتقسمي العجينة نُصّين علشان ما تبقاش سميكة معاكِ. أهم حاجة إن إحنا نفرد العجين كويس أوي علشان يبقى مورّق معانا. يعني آآ سهّلي على نفسِك الدنيا لو الرخامة بتاعتِك صغيّرة افرديها على مرّتين. شايفين بالِف رول وبابطّط، شايفين صوابعي معلّمة إزاي؟ ما شاء الله العجينة مرتاحة معايا جدًا وبتتبطّط وبتتفرد بكل سهولة. ده نتيجة العجن كويس والترييح كويس اللي بعد كده. كل أمّا تسيبي العجينة ترتاح، كل أمّا تدّيكِ نتيجة أفضل. أنا هنا خلاص خلّصت كده، هاشِد الرول بتاعي هييجي على شكل قوس كده شوية وهابتدي أبطّطه كويس أوي. هابطّطه كويس أوي وبعد كده هاقسّمه. أنا الكمية دي عملت منها 3 فطيرات، طبعًا اللي بيتحكّم في مقاس الفطير البوتاجاز بتاعِك وحجم الصواني. أنا الصواني اللي عندي مش كبيرة، فأنا هاعمل 3 فطيرات، فطيرة حجمها كبير شوية وفطيرتين وسط. هادهن كده دهنة سمنة وهاعمله وهاطبّقه نُصّين بحيث إنه يبقى على شكل ظرف وهالِمّه كورة بقى. شايفين لازم كل خطوة أبطّط كويس جدًا، علشان أخلّي العجين يدخل في بعضه والطبقات تمسك مع بعضها. أنا عملته على شكل ظرف كده وبعدين هالِم بقى الأطراف بتاعته على شكل كورة كده وخلاص. هاحطه بقى في الصينية اللي أنا هاخبز فيها الفطيرة بتاعتنا وهاسيبها ترتاح نُص ساعة. أنا أحيانًا كتير باسيبه ساعة يرتاح، لإن أنا يعني الفطير باحب أريّحه أوي بزيادة، بس طبعًا هو مش أقل من نُص ساعة، يعني نُص ساعة كده بالضبط وتريّحيه وخلاص. هاحط بقى قطعة العجين بتاعتي في الصينية وهاسيبها ترتاح وهاكمّل بقى كمية الفطاير بتاعتي. شايفين أنا باجيب الفطيرة هابطّطها كويس جدًا، هاعملها تاني معاكم عشان تعرفوا الطريقة، هابطّطها كويس أوي علشان الطبقات تدخل في بعضها، علشان لمّا يستوى كده يبقى إيه الطبقات بتاعته مورقة وجميل. دهنة زبدة كده خفيفة وبعدين هاعمله على شكل ظرف وأبطّطه بإيديا الاتنين كويس وبعدين هالِمّه وهاحط الكورة بتاعتي في الصينية ترتاح نُص ساعة. هاخلّص الكمية بتاعتي كلّها وهاسيبه يرتاح. نيجي بقى لمرحلة التسوية. الفطير يعني نار عالية، الفطير مش بيتسوى على نار هادية أو يعني ضعيفة عشان بينشف. ده شكل الفطير بتاعنا بعد ما نُص ساعة ارتاح فيها، شايفين بسم الله ما شاء الله بيتفرد معايا بكل سهولة. ده بقى يعني ده تعرفي كده إن الفطيرة بتاعتِك بإذن الله ناجحة،
تلاقي الفطيرة مش بترجع مكانها تاني. في فطير كده تيجي يعني في عجين كده تيجي تعمليه تلاقي الفطيرة قاعدة ترجع، تقعدي تشدي فيها بترجع، تشدي فيها بترجع. طبعًا أنتِ بقى بتحبيها سميكة، بتحبيها رقيقة، دي حاجة ترجع لِك. أنا باحب الفطير يعني يكون فيه ما يبقاش عامل زي الورق اللي هو الإزاز كده، لأ يبقى فيه يعني شوية ملحّم كده زي ما بيقولوا. هافردها بقى على قد الصينية بتاعتي، وبعدين هادهن وشّها سمنة قبل ما أدخّلها الفرن. درجة الحرارة بتكون عالية، الفطير مش بياخد وقت في الفرن. تكوني مسخّناه قبلها ب10 دقايق، يدخل تكوني مشغّلة أنا مسويّاه في فرن البوتاجاز. يكون على نار عالية من تحت ومتسخّن قبلها، ما شاء الله هتلاقيه يرتفع معاكِ ويتنفخ كده، ده دليل على النجاح التسوية كمان، وإنه هيبقى معاكِ مورق وزي الفل. شايفين ما شاء الله الفطيرة يعني بتاخد مرتاحة، مرتاحة، مرتاحة. هيطلع معاكِ طبقات ومورق ما بياخدش تقريبًا ربع ساعة، كل فطيرة بتاخد ربع ساعة فوق يعني على طول. أول بس أهم حاجة تسخّني الفرن كويس، الفطير لو طوّل في الفرن هينشف منِّك وهيبقى مش حلو. خلاص أنا هادخّل بقى الكمية بتاعتي الفرن، أنا عملتهم واحدة، واحدة كده، وطبعًا زي ما قُلت لِك على قد الصواني وقد البوتاجاز بتاعِك هو اللي بيتحكم في حجم الصواني. لو مكمّلة الفيديو معايا لحد هنا، يالّا روحي اعملي لايك واشتركي في القناة، ودهنت بقى الوش بتاعه سمنة وبس. هاوريكم شكل وجمال الفطير، بسم الله ما شاء الله شايفين شكله؟ الفطيرة دي طالعة ما شاء الله منفوخة جدًا، أنا ما لحقتش أصورها. هاجيب بقى معلقة كده من السمنة البلدي بتاعتنا وأحطها على الوش، وهاوزعها كده علشان يبقى في لمعة جميلة وريحة السمنة البلدي تبقى يعني مالية الدنيا كده ومهفهفة. هنعمل إيه علشان الفطير يفضل معانا مقرمش كده من برّه والطبقات بتاعته جوّه طرية؟ هنعمل الخطوة اللي بتوع الأفران بيعملوها، هاجيب كيس بلاستيك كده يكون بيتحمل الحرارة وهانزل بالفطيرة بتاعتي عليه وهو سخن، أنا لسه مطلعاها من الفرن يا دوب بس حطيت عليها قطعة السمنة، وهلفها كويس جدًا وهاقفل عليها وهاسيبها نص ساعة كمان علشان تبقى طرية كده وجميلة معايا. ودي تاني فطيرة هاعمل فيها زي ما عملت في الفطيرة الأولانية بالضبط، هادهن وشّها سمنة وهالفّها برضه وهاسيبها كمان نُص ساعة علشان تبقى طرية وما تبقاش ناشفة كده ومقرمشة معايا، لأ تبقى مقرمشة من برّه وطرية من جوّه. أنا هنا خلّصت الكمية كلّها ما شاء الله عملت 3 فطيرات، دي الفطيرة الكبيرة ودول الفطيرتين الوسط. طبعًا بقى درجة التحمير واللون بتعمليها أنتِ وبتتحكميها فيها. والله مش قادرة أقول لكم شايفين طري إزاي، يعني هو كان سخن لسه طري ومورق وريحته مالية الدنيا، فطير جميل، فطير زي الكتاب ما بيقول، الفطير اللي هو الفلاحي ده اللي ريحته سمنة ومورق وطري وجميل وبيتاكل جنب الجبنة القديمة والمش والعسل الأبيض وكمان حاجة من الأساسيات شم النسيم. مورق وجميل والطبقات بتاعته شفافة مش الطبقات التخينة اللي هي السميكة اللي تضايق في الأكل، لأ عامل كده زي الورق، كل واحد ياكل له فطيرة بسهولة جدًا من كتر ما هو ما شاء الله. إحنا كده خلصنا فيديو النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، وقولوا لي بتحبوا تاكلوا الفطير بالجبنة والّا بالعسل والّا بتحبوه تاكلوه إزاي؟ وقولوا لي بتتابعوني من أي بلد، يا رب أكون ضيفة خفيفة على قلوبكم. ويا رب تكون الوصفة عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم على خير مع فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.